أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال تماشاوانه هجا ديسا درس ما يفقه دست بكر أم هاتبين بحثا أذانه ما شرط شروط أذانه خواندن ام هاتبون سر سنت اذانه گلو کا انسان مؤذن سنت جرا چیج بکی تدید به سنت اذانه را افتشتهانه یک جی مثلا انسان مؤذن برای خبر قبله اف سنته چونکی قبله اشرف جهت آیا جاجبی قاسی وقت اذان خوان بلا برای خبر قبله اف جی سنته چون بی شکلی هات نقل کردن هم سلف و هم خلفا این وقت پیامبر حتی ویگا علیه الصلاة والسلام یعنی ایکو اذان خواندی تبر خدانا قبله اید دوا سنت انسان اذان بخونه دسمیج به یعنی همش دسمیج مزن همش بچیک یعنی همش جنابه همش به دسمیجیه انسان که مثلا به دسمیج به اذان بخونه مکروهه و وقتی که جنابه به اذان بخونه کراهت و دهازی دتره یعنی اجباری به قاسی اذان تخونه بلا دسمیج به افجی سنته چونکی پیغمبر مد بجا علیه السلام کرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر اف حدیث ابو داود روایت کردیا دبی از ذکرهینم کو از ذکر خدا بکم الا کو از دسمیج بم يعني ورد أذان جي ذكر خدايا جبه قاسي إكو أذان بخينه بلا دسميج به إسسا وأن يؤذن قائما يعني معروفش بيا أذان بخينه أفجي سنته چمكي پیغمبر خدا بيجي عليه الصلاة والسلام يا بلال قم فنادي للصلاة بيجي يا بلال رابع إنسان دعوة الميجب يعني أذان بخينه هذا پیامبر خدا گویی قم ترابه یعنی رابه اذان بخونه یعنی دمکیش بیاتی اذان خوندیه ای چارا ان يلتفت بعنقه لا بصدره يمينا في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح سنت التفات بکی یعنی سر خواه گرینه بالمل راسته و وقت بیجی حي على الصلاة و سر خواه گرینه بالمل چپه و وقت بیجی حي على الفلاح افجی سنتش مؤذن را وصابکی في بخاري حديث كي روات كيا أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال أبو جحيفة بيجي رأيت بلالا يؤذن دبي مديتكو بلال أذان خاندا فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا بالأذان يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح بيجي مدي بلال أذان خاند مجي جهة خداي مرني دوي خا بفي آلی ود که ملی راستی ود که وقت دبیجه حی علی الصلاة و دبی خد آلی چپه ود که وقت دبی حی علی الفلاح دمکی سنت دیسا کلمه اذان ترتیل بخونه یعنی مثلا عرای پشکی بدهی نزیده مثلا پشتی که گو الله اکبر پایی که بسکنه نکات دست آدید بکه یعنی نسر هفدو ترتيل معناه وكو بشكي عرب دي لنا زيدا يعني صار رحاد بخوينه نعجله چمكي اذان اعلامه اعلام مادام كي اعلامه معروف انسانا دا زانين كو وقت الميجهات وياخو معروف غازيات كي بجوار الميجات جماعات يعني جبروي ان ياباش اوكو معروف ترتيل بكي يعني اذانمو بصا بايكي رحاد به بصا نعجله به ايش اشياء ترجيح اذان ده سنه ترجيح شيء يعني وقت مؤذن بيشتغل الله اكبر دجرب دزي اصاب جزي خفكي دزي بيجي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وبش الدنجي قبل كي بيجي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وصاب يعني الدجرب بيجي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وصاب دزي وبش دنجي خا اديده بلند بكي وصا سناته يعني بش يقول اشهد ان محمد رسول الله جزلي وصاخوند بلا جرى سسيا بده جرى بيجي جالس بيجي اشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله
چونکی حدیث مسلم روایت کرد بجه حق ابو محذوره ده محذوره او جی مؤذن کی پیامبر علیه الصلاة والسلام بی دبجه و يعود ثم يعود فيقول اشهد لا اله الا الله چونکی وی اعادت کی کلمه خو اعادت کی وقت کلمه شهاده دزی دگو دیسا بلند دنگ خو شهاده بلند کر تسویب جی سنتات اذان الصبح ده اذان الصبح ده بجه حي الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم افجي سنته چونکی حدیث حقیقی ده جهاتیه حدیث ابو داود صحیح عجیب يعني بدجا بيجي الصلاة خير من النوم ميجا أذان الصبح ده أو جي سنة مؤذن إيه حاشتا كم مؤذن دنجي هم بلند بهم خوش به أبجي سنته شما جبوي قلب إنسان سعد كي قلبه ونرم بكي وميلا وبدي بال إجابة ده يعني حتى كو إجابات كي نوارن لميجي شرا جي لقول صلى الله عليه وسلم بيغمبر خدا يقول عليه السلام لعبد الله بن زيد عبد الله يقول زيد رضي عنه الذي رأى الأذان في النوم دبويه كو أذان تخونا خدا ديت بي يعني أذان في لفظ أذان صيغة أذان صحابيات تخونا خدا ديت كا إيك جوانا عبد الله يقول زيد بيا بيعمل صام جيرا شد بيجي فقم مع بلال بيجي تجي رخ بلال رابع فألقي عليه ما رأيته تشتيت تخونا خدا ديتي تويش بلال ربيجا فليؤذن به بلا بلال جي أذان بيبخنه فانه اندى صوتا منك چمكي بلال دنگي وشيتا دها قشتره ودها بلندتره يجي سنة اذان ان يكون المؤذن معروفا بين الناس بالخلق والعدالة دبي سنة مؤذن تنا بين انسان ده وصبي ناس كرن باخلاق خوش وبعدالة بين ناس كرن يعني چما چمكي دها انسان قبول دكي يعني انسان كي بجوا وقت ميجهات ورن الميجي يعني وقت عادل بأخلاقي قنج به ده چتره چونكي خبر فاسقه ناي قبول كرنه انسان كي فاسق تشكيش مرور بيجي خبردان و نا geçerliye ده سنت اذان ده معروف دنگ خو کی استراحان نبيجي يعني وقتی کی استراحان چات خو دبيجن بو شکلی اذان جي نخ شکل استراحان ده بلکه ابيا مكروهه 11 سنت جبوی میجا فجر میجا صبح دو مؤذن هبن جامعه کی دو مؤذن هبن یک جل بر فجر اذان بده هجا فجر نبی امساک نبوی و یک جی وقت فجر ودا امساک بو و چاقیجی بلا مؤذن کی دیتر ویا اذان خوینه دیلا وجی ابا حدیث بخاری هيا هم یا مسلم بجي ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بمكتوم بيجي محقق بلال شبه اذان تخوينه دمكي وقت اذان تخوينه هجا فجر بنا دايه هجا نبي الصبح فكلوا واشربوا ويشاخي روج وقت روجي بيجنجي هن بخون واخون حتى تسمعوا اذان ابن مكتوم حتى هن اذان ابن مسعود صحناكن هن كارم بخون واخون دمكي اذان ابن مكتوم اذان ابن مكتوم مساكي ربيا و اذان بلال جي جبري امساكي كا ساعت كي 2 ساعات پشتني به شبه بيبه يعني تكاري اذان بخونه بو شكلي بيا اي 12 سنه ايكو اذان صح بكي سكوت بكي يعني وقت معروف صح كي كو اذان تي خوندن معروف سكوت بكي ومعروف اذان يعني مؤذن چه بيجي معروف جو كي مؤذن و كلمه بيجي مثلا پیغمبر مد بيجي عليه الصلاه والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن بجي وقت هوا دنجي أذان سحكر تشتي مؤذن دبيجي هنجي وات تشتا بيجن يعني هنجي كلمة مؤذن تكرار بكن بيجن ما أنجق دبي وقت بيجي حي على الصلاة حي على الفلاح مروي شاخي نبيجي مروي كي نبيجي مروي بيجي لا حول ولا قوة إلا بالله بجد ديلا بيجي أبد حديث البخاري مسلم هيا بيجي وإذا قال حي على الصلاة بيجي وقت مؤذن قو حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله بجد مكي بيغمبر صام قلت لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح وقت مؤذن بيجي حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله بيغمبر قلت لا حول ولا قوة إلا بالله آخر حديث يجي ها بيجي من قال ذلك بيجي اكو مؤذن را اذان تكرار بكي بخينه من قلبه واساش قلبي خاب خونه باورياوي به قلبم خونه يعني هشوي سر اذان بنك و هشوي سر جيكي ديبه
دخل الجنة دبي أو مروفي هر الجنة يعني أبجي مزجيني كيا إيش مسلمان هرا وقتی کو اذان بخواندن گرا مروف سکوت بکه مروف گهداری اذان بکه مروف جی مؤذن را عین اذان بخونه و پشت خلاص جی که مروف دعای جی بخونه صلات سر پیامبر جی بده اما سنت تمیج الصبح ده وقت تسویب تکرن تسویب چیه مثلا بيجي مؤذن بيجي الصلاة خير من النوم هات وی اسنای ده مروف چی بيجي مروف بيجي صدقت و بررت يعني طراز قلت خدان خير بي كلمه مروف وصا بيجي سنة مروف وصا جي بيجي سيزدها دعاء والصلاة سر پیغمبر عليه السلام يعني مروف صلاة سر پیغمبر بينه پشت اذانه ومروف هم دعاء اذانه يجي بخونه همش مؤذن را همش ايك و سحدكيش هر دواره جي سنته هم سنته مؤذن هم انسان ايك و سحدكي پشت ايك و مؤذن اذانه خو خلاص كر اویجی صلات سر پیامبر بینه دعا اذان بخونه و انسان کو صحبه کی اویجی بخونه چونکی پیامبر خوده ما تشویق آوه کریه گوته چه مسلم حدیث کی روایت که ان عبد الله بن عمرو رضی الله عنه شعب الله کوری عمرو هات روایت کرنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بجویش پیامبر خوده صح کریه گوته یقول دگود اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا بجي وقت هوا دنگ مؤذن سحكر هنجي وكي بيجن او چه بيجي هنجي وكي بيجن يعني وقت بيجي الله اكبر هنجي عصا بيجن وقت بيجي اشهد ان لا اله الا الله هنجي وكي بيجن ثم صلوا علي بس وقت اذان خلاص بهم صلاه سر بدن فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا صلى الله بها عليه عشرا بيجي محقق ايكو صلاه كي لسر بده خدا جی 10 صلوات لسرویتینه یعنی خدا 10 رحمت لیت کیا یعنی یک جاره مرو بجی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد خدا جی 10 جاره رحمت الموت کی صلوات سرویتینه صلات جی طرف خدا و رحمته ثم سلوا الله لي الوسيله بشه پیامبر خودت بجی پشته و صلات سرم آنی هن دعا وسیله تجمرش خدا بخازن يعني هم بجنار بيت وسيلة بدي حضرت محمد عليه الصلاة والسلام فإنها دبي وسيلة منزلة في الجنة دبي درجة كي الجنة دا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله دبي نلائق إلا عبدكيش عباده خدير لائقة أو عبد تنوي هروي مرتبة مازن ويجي ومنزله وأرجو أن أكون هو أس أمود كمش خده هيفيت كمش خده كواس أو مرضم أز بهرم ومقامي ومنزله فمن سأل الله للوسيلة دبي يكون دعاء وسيلتش مرش خدي بخازه بيجي يا ربي وسيلته بدي محمد عليه الصلاة والسلام حلت عليه الشفاعة دبي شفاعة من سوا حق دبي واجب دبي يعني دمكي حقك وأس شفاعة وابكم أبجي مزجينيكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمتا ويرا يعني وقت بيشت أذان معروف دعاء أذان بخوينه پیغمبر خدا گوتیا شفاعت امجوار حق دبه واجب دبه حدیث کی دیزیها بخاری روایت کریه و غیر بخاری روایت کریه عن جابر رضی الله عنه حضرت جابر گوتیا ان رسول الله پیغمبر خدا قال گوتیا من قال حين يسمع النداء دبه کو اكو وقت الدنگ اذان صعب کے بیجه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة دبيكو في دعاء بخينه رجع قيامته شفاعة مجيرة واجب دبي لازم دبي جراء شفاعة ويبكمه أنا أمزجينا پیغمبر عليه السلام تمام أمتنا بشت الدعاء جراء مرو في دعاء شبر بكي بخينه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد مروفي دعاء وصاب خويني بشتي هر أذاني پیغمبر خدا گوتیا از محقق شفاعتش واره بکیم شفاعت همش واناره موجود به مقام محمود مش پیغمبر بخوازه وسیله مروف جرب خوازه وسیله مگو او مرتبه جی مقام کی بلنده ومقام محمود جي كيكو هكذا حمد حي مقامي ديكي تدي خدات قرآن دجد بيجي عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا هي هياكو ربيتا تبشينه بمقام محمود بجاء مقام محمود بيانبارش خدا بخازن بمقامي دبي مؤذن جي بشتي
صلاة سر پیغمبر دا يعني پشت اذان خو خلاص کر بلا صلاة خو سر پیغمبر و دعا خو نظم بخونه تا دی وقت بلند اذان تخونه پشت صلاة سر پیغمبر کو بین سنت جرجی و هم دعای جی بخونه بلا ویا دنگ خو نظم بکه اقامت چیه اقامت او جیوه کی اذان سنته اما هنا کی فرقا اقامت و اذان شبدو هيا مثلا اذان دو جارا مرف تخونه تکرار تکه اقامت مرف جار کی تنه تخونه مثلا مرف دبه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر يعني الله اكبر الله اكبر دو جار تخونه قامت ده جار کیا مرف بيجي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اذان ده وقامت ده جمع بيجي اشهد ان لا اله الا الله تنه دلیل آویزی چما اذان يعني شفت جوت وجوت مرة تخونه وقامت جي تك متخونه دلیل آویزی حديث أنس رضي الله عنه أو البخاري دهيا مسلم دهيا حديثة صحيحة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بيجي أمر بلال هاد كيرن كو أذان دجار بخونه تكرار بكي جود بخونه وقامت جي وتر بخونه تك بخونه إلا الإقامة أنجق لفظ قد قامت الصلاة خارج إلا الإقامة لفظ قد قامت خارج بلا ويجي تكرار بكي بلا جود بخونه يعني أي لفظ قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين أو جد جادك تكرر مثلا قامت بيجي صيغة قامت تجي أبا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ها صيغة قامت تجي أبا دمكي أذان تكرار كرن جفتا يعني جهتا وقامت جي تكيا ما غير قد قامت الصلاة ما يجي تكرارتك دبي الحديث الصحيح ده جهاتية ثابت بيا بشكل هاتية إيد دعاء فرق بين قامت الأذان ده دبي أذان معروف صاب برحتي تأنيت خونه وصاب مهلت دي وأراوي بدكي أما قامت معجلة خونه فرق بين أذان وقامت تجي أبا يعني سنة معروف قامت عجلة بخونه إسسا إيكو مثلا هناك قضاء وهبن چند قضاء هبنه وبخازي وقضاء قضاء بكي ويشها بكي يعني بلا قضاء أول را أذان بخونه وقضاء ديتره بلا قامت تنه بخونه أذان نخونه يعني هر مجرى قامت هيا لا أماش أذانش مجرى شفا قضاء أول را هيا تنه هيا ديلا وجي پیغمبر خدا عليه السلام بيجي جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين چونكي پیغمبر السلام وقتش عرفت شوي مزدلفة ميجا خيا مغربي جمع تأخير كسر عشاء بيجي وقت ميجا عشاء هات يك أذان خواند أما شهر مشكلة قامتك خواند يدمكي وقت قضاء معروف جهبن معروف قضاء خبكي معروف أول تنرة أذان كي تخونه وقامت دكيه وش هر مشكلة معروف قامت تنتينه معروف أذان ناخونه عجبا شرط قامت چنه مهنه کی شرط و شروط أذان قوتبين عجبا شرط قامت جوا کی أذان نه دبي هي نفس شروط الأذان دبي أنج أوجي عين وكي شروط أذان نه يعني شرط أذان چبن قامت جي أون مثلا ما ورده قوتبي جرا إنسان أذان بخونه مسلمان به ورده جي اكو قامت بكي جرا مسلمان به يعني أذانا چا أذانا إنسان كافر نجائزة نصيحة قامتها إنسان كافر نصيحة جاء مسلمان به إيد دعاء قامت بينه أو جوكي أذان جاء مميز به يعني فهما به يعني جاء فهم كي هر نقدر نبالغ وعقل جيبه لبله مميز به يعني شحال زاروكي دركت به باريكي بر بلوغه و چوبه يك جي مثلا جاء ظلام به وقت ايش قامتش ظلام مرتينه جاء مطلقا ظلام به اقامت كيش ظلام مرة جرا ويش ظلام به و اي چوا مثلا نظم اذان جرا معروف خرانه كي جرا معروف نظم قامت جي خرانه كي اي پنجا جرا يعني اصا الاذان ده
تدي ما جو صار مهلت خوينه لبلا اف قامت ده تنا قامت ده تنا ما يعني تكار سر هفدو بخوينه وصار مهلتين ادي عجله بخوينه سنة انسان كو قامت سحبك وقت مؤذن قامت يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ويشاقي اكو سحبك في كلمة بيجي اقامها الله وادامها هذا كلمة بيجي افجي سنته بيجي بوي غير ميجا فرس معروف چت خوينه عجبا مو ديسا شوا ميجا رجي معروف تكاره اذان قامت بكي دبي نا دبي اذان وقامت مش ميجا فرس تنه سنتن اما غيره مثلا او ميجا كو جماعه ده سنتن وكي ميجا عيد وكي ميجا روش خرابينه هيف خرابونه وكي ميجا جنازه نه سنت معروف اذان قامت الوانا دب خوينه انجق معروف شي بيجي ما بيجي الصلاة جامعة ما أصاب بيجي شكي بخاري روات كيا مسلم روات كيا ش عبد الله كوري عمرو عاص هاتي روات كيا عن عبد الله بن عمرو قال لما انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دبي وقتكو روش خرابي سر زمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام نودي الصلاة جامعة دبي في شكل غازي هات كيرن يعني الصلاة جامعة ها اف كلمه هني قوتن يعني اذان نخوندن قامت نخوندن بجال حق كسوفا شمسه ده ميجا وقت روش خراب حق وده حديث هاتيا اما ايدي ترجي قياس كنا سرويبه يعني ايكو جماعه ده مشروعه تف قياس كنا سرويبه مكي وانا دجي معروف بيجي الصلاه الجامعه معروف اذان وقامت ناخوينه ام هاتن سر شرط صحتها لميجي عجبا ميجا حتمو حتى صحيبه شرط بيتشنا تدي شرط تشتشتا يعني وجودها تشكي هبونا تشكي خبوه وغيرد يعني حتى ونه ميدان او تجي تشينابه مثلا وكي مثلا بيجي گيا شرط بارانه وقت باران وري او گيا شين دبي وقت باران نه گيا شين نابه demek ki او گيا نه پرچکیجه مثلا مش نايجي مقبول نابه حتى دسمش تنبه لما دسمش نه پارچکیج میجه معناه شرط يعني شرط نش پارچکی جزگیش مشروطیه بجا عجبا شرط صحت میجه چنه امام شافعی دبه شرط صحت لمیجه چارتشتن يعني چارتش گره هبن حتى میجه معروف صحیحه الشرط جي نه داخلت میجه دنه خارجه وینه یک جي مثلا طهارت جي چند قسمه هنه 4 قسمه هنه گره يعني طهارت 4 قسمه هنه یک جي مثلا گره بدنمو طاهر بيش بدسميجيه يعني مرو نه بدسميج به چه بدسميجا بچوك چي آمازن مثلا انسان کی بدسميج به ميجاوي نصحيحه وجا بدسميجاوي چيا بچوك به و یا خود یا مازن به جنابت به چمکی پیامبر خودت بجا علیه السلام لا تقبل الصلاة بغیر طهور غیر طهور بجا میج نای قبول کردن به دسمیج یعنی گرد دسمیج به بجا هم پاکش بیش دسمیجا بچوک یا مازن دسمیجا بچوش خو دسمیجا و آمازن جی یا جنابه یا اید دعا گر بدن آویجش نجاست طاهر به اوی شرطه یعنی طهارت یک جش بدن آوی هم بدسمیجی پاکش به و هم بدن آویش نجاست جی طاهر به پاکش به تو نجاست سر بدن آویجی تو نبن اشخام الباب طهارت ده بحثا نجاسات که یک چتش نجسن مروی در بحث که بی دلیل آویجی اوه چونکه پیامبر خدا حق دم معروف مقبره ده خدبین بشارتن پیامبر خدا گفت هر دو انسان هنه لقبر خودتین عذاب دان بجا پیامبر خدا گفت اما احدهما فکان لا یستبرئ من البول دبه اجوا هر دو مروفا خوش دسمیجا بچوک محافظه نت کردن جبروی قاصد قبره ده تین عذاب دان یعنی وقتی مروف خوش دسمیجا بچوک میز محافظه نکه خدا حافظه دبه سبب عذاب قبره يعني هذا في درجة جبر قاسي وقت سر بدنا معروف تشتكي نجاسات هبي وكي ميز وكي بولة أو يشخي ميجا معروف نص صحيحة مثلا تشخا نجاسات دي تجي وكي دس ميجا بتشوكن يعني جرى مطلقا سر بدنا معروف سنبه پیغمبر خودت بيجي عليه السلام إيش فاطمة قيزة أبو حبيشة بيجي فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب فقدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مثلا فردا
نجاست دیتر جی و کی دست مجا بچوکن مثلا خوین جی نجسه پیغمبر خودش فاطمه قیزا ابی حبیش صد بجه وقت حیز سر تدهات ترکا مجه بکه وقت حیز درباز بی مقدار به چو فغسلی عنك الدم وصلي دبيت خوينيش خوا باقش بك بشو وباشي لميجا خا بك دمك تبع يعني تش نجاسات سر بدن مروف هبه غير مطلقه مروف مطلقه ونجاسات بشو يجي غير جل مروف جي باقش بنش نجاسته غير جل مروف جي نجاسات باقش بن يعني جل سر جل مروف نجاسات هبه ميجا مروف نابه چونکه خدا جل جلاله بجو سیابه که فطهر تجلی خواه پاکش بکه تمیز بکه حدیث کی جه های ابو هریره هاتی روایت کنه ان خولته بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم بجي خولته قيزة يسار تبغى پیغمبر ما فقالت يا رسول الله بجي يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد دبي جلكي تنم هيا وانا احيد فيه اتوي جليده كفم حيزا فكيف اصنع دبي اشابكم قال اذا طهر فاغسليه بجي وقتكو تب فاقش بيش حيزا ويجلا خبشو ثم صلي عليه توجلي بمشكه فقالت فان لم يخرج دمه بجي قد خوين جي خلاص نبي اثر ويمان قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره بوقتتو خونه بشي اثر من جي زراناكي ويك جي قال جي مو معروف تدا المشتكي او جي طاهر به باقش به يعني جي كو معروف تدا مشتكي سجاده معروف وياخذ جي معروف تدا مشتكي قال طاهر به كي جا طاهر مثلا جيكو بدنا مولد كبه يعني وقت ما كبه عرضه دستمو جيد كبه سره وشوكي مرات كبه سره بدنا مود كبه سره جرا او جيد طاهر بن اما مثلا نجاسات کی هیزا سنگ مرده هبه بدنا منا كبه سره به ضرر ناکه بجاج بری قاسی جرا اف طهارت شرط کی لمیجه جرا اف معروف طاهر به پاکش به حتى كل ميجام به هم مثلا معروف دست ميجا بچوك مزن طاهر به هم بدنا مش نجاسات طاهر به هم جل مش نجاسات طاهر به هم جي كو معروف تدا المشت كي جرا او جي طاهر بن هافردا صحبت ما يروج خلاص بي حتى صحبتك ديتر برنامج ديتر انت من خير وخشيده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.